لاقيني ولا تغديني. انا مهندس سيد عيسى وجاي افيدك في مجال الدواجن. استقبال الكتكوت والبدايه الصح اهم من العلف. خلي بالك ان اول 48 ساعه في عمر الكتكوت بيحددوا شكل الدوره. لو استقبال الكتاكيت غلط هيأثر على التشغيل طول الدوره. قبل الكتكوت ما يدخل العنبر اتأكد ان حراره الجو ارضيه العنبر لازم تبقى بين 32 ل 34 درجه. لو العنبر ساقع اعرف ان الكتكوت هيبرد والاكل هيقف من اول يوم. الميه قبل العلف في اول 6 ساعات. الكتكوت محتاج ميه مش علف علشان لو شرب كويس الجهاز الهضمي يشتغل صح. العلف يتحط بكميات قليله ويتحط طازه وحبيبات ناعمه وتوزيع مظبوط. خد بالك الكتكوت لما وصلش للعلف في اول 12 ساعه بعد كده مهما اكل مش هيعوض التاخير ده. وما تنساش اختبار ال 24 ساعه. بعد يوم كامل من استلام الدفعه بنوزن عينات عشوائيه من الكتاكيت. المفروض ان الوزن يزيد من 10 ل 15% عن وزن الاستلام. لو اقل من كده اعرف ان البدايه فيها حاجه غلط. الخلاصه ان اللي يظبط اول يومين بيوفر على نفسه تعب كتير طول الدورة. استنوني في حلقة جديدة من سلسلة صناعة الدواجن. تابعني عشان تتعلم اكتر وتعرف خبايا واسرار الصناعة.